قال لكم اشنو دخلكم بلاصه ما يتشد وحتى اعتذار ما اعتذر. يقول لك اذا فهمتوا شي حاجه من غير داك الشيء اللي قصدت ولا خاني التعبير انا كنعتذر. قال لكم اشنو دخلكم تصنطوا. اما تتدخلون انتم يصير وجي مالكم حاجه من ضمنها ان قانوني المكتب قانوني عند ابو عمران ومكتب قانوني عندي في الامارات الحمد لله. اللي بيتزوجها مرحب ولا ما يبى الله يحفظه ويا السلامه. اما الزواج نعمه فلا تحرموا. غير تمشي للرباط من بعد ديك الفضيحه ومن بعد ديك الدعوه للخليجيين والناس وتروح فيديو علنيه وتقول لهم اجيو للمغرب راه كاينين بنات 14 سنه تحطها على صدرك ونسى الهم. هادشي اللي قال بالحرف فيما معناه. ومن بعد تمشي للرباط العاصمه الاداريه ديال المغرب ودير فيديو وحتى اعتذار ما تقولوا. بالعكس قالوا الشباب اللي يتكلمون اش داخلكم. راه بلاد ناسي، راه بنات ناسي، راه شرف ناسي، راه سمعتنا. ومشى للرباط وكل شيء في خبارو لان الفيديو دار بوم والناس الحمد لله تكلمات والشباب والصحافه والاعلام وبزاف ديال المنابر الحره استنكروا. قال لك اودي هاد السمعه ما بغيناهاش تكون في بلادنا، هاد الشيء ما بغيناهش يكون. ومشى للرباط وكل شيء عارف، البوليس عارف، الامن عارف، هيئات حقوقيه عرفوا، حمايه الطفوله عرفوا. ما كاينش اللي ما عرفش هادشي، ما كاينش اللي ما طلعلوش هاد الفيديو وما كاينش اللي ما فخبروش بان هذه اساءه للوطن واساءه للشعب المغربي واساءه لبناتنا ودعوه للبيدوفيليا. هي هذه هادشي اللي فهمناه. مشى هو وتيتكلم وقال لك انا عندي مكتب قانوني وابو عمار عنده مكتب قانوني. ايش دخلكم انتو في بلادنا دابا هادشي في المغرب في العاصمه الاداريه؟ وما اعتذر وما قال حتى حاجه وما تقاش ما تشد ما حتى حاجه. ما شفنا شي هيئه حقوقيه ولا حمايه الطفوله ولا جمعيات النسويه حقوق المراه الهضره كامله ما شفنا حتى شي شكايه. وكو كان شي مغربي راكم عارفين شنو يوقع، شكايات وكذا ومساءلات واستنطاقات واستجوابات وبزاف ديال الحوايج. بل هذا مشى للعاصمه هاني هنا فين كاينين جميع الادارات وفين كاينين جميع المقرات ديال جميع الهيئات وديال جميع المؤسسات. تنقول لكم اش دخلكم. للاسف الشديد راه احيانا انت تقول معذر دوك المغاربه لانه كتقرا في التعليق انت تقول ايوا هادشي راه عندنا من زمان، ايوا راه ما غيدير له حتى واحد شي حاجه، ايوا راه هادشي كاين، ايوا راه تتبغي تعذرهم، تتبغي تقول للمغاربه يا ودي خليو هذا الخطاب، يا ودي الا كانت عندنا شي حاجه خايبه خصنا نسيقوها وخصنا نسنكروها وخصنا نخليو الناس ما يتجرؤوش انهم يسوقوا علينا هاد السمعه وهذا الكلام وهذا الشيء اللي مرفوض ومرفوض جدا. واذا به هو السيد راه تيتكلم راه حتى مساءله حتى استجواب حتى شكايه حتى حاجه للاسف الشديد. وفاش كتكون في بلادك وكتهزك الغيره وتهزك الحرقه وما تتبغيش تسمع على بلادك شي حويجات، وفاش كتشوف شي حاجه هكا علانيه نيت اما داكشي اللي مخفي وداكشي اللي ما عندناش فيه دليل وداكشي اللي ما عارفينوش نيت بلي ديطاي وداكشي اللي ربما غير هو انطباعي او لا حاجه بحال هكا ما تتبغيش تدخل فيه. ولكن فاش تشوف شي حاجه علانيه نيت بحال هكا وواحد يتكلم بكل جرأه وبكل وقاحه وتيدعو لشي حوايج اللي صراحه غريبه جدا وما يهضر مع حتى شي واحد، راه تتحس بانه لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. راه تتحس بانه راه انت بوحدك صافي تتحرق وما عجبكش الحال وعبرتي على الاستنكار ديالك واتاك الجواب من الرباط ان الرجل حر طليق ما تقدم ضده لا شكايه لا حتى حاجه ما تشد ما والو ويتكلم وحتى اعتذار لم يلزم نفسه حتى انه يقول كالمغاربه اذا اسأت لكم او اذا خانني التعبير او اذا قلت شي حاجه ما هياش او اذا غلط او اذا كانت زله لسان او اذا فانا اعتذر واسمحوا لي وكذا وانا قصدت كذا وكذا. لا، هو تيقول لك اش دخلكم حنا تنديروا القانون، عندي مكتب قانوني وابو عمار عنده مكتب قانوني وحنا. لك ان تتخيل بلغة المتحدية تكلم
وما عندنا ما نديرو. اللي عندنا حنا نقولوا للمغاربه، وحتى المغاربه يقولوها، بانه راه حنا ما قابلينش هادشي، وهادشي ما عجبناش. وبناتنا راه الحمد لله الاغلبيه فيهم محترم. كاين اللي لاحوا الزمان لشي حويجات اللي هي خايبه، ولكن بالمثابره وبالعزيمه وبالصبر وبالمقاومه وبالتجريم بحال هاد الحويجات هادي، وبالتشهير بها وبمحاوله التصدي لها، راه كنتمناو الخير. ولكن كذلك وجب ان المؤسسات والهيئات الحقوقيه وكاع المتدخلين في هذا الشيء هذا، الدور ديال بنادم، يديروها عباد الله. حميو سمعتنا، حميو سمعه البلاد، حميو سمعه بناتنا اللي اطفال عباد الله، مازال كاع ما عارفين شنو كاين مازال. واذا تقاس ترى ممكن تمشي في ديك الطريق، ولكن لا حياه لمن تنادي.